رجع الاحساس جواها تاني ان هي كان نفسها تكلمه، ودلوقتي هو اللي جه ليها تاني. يعني ايه، مشاعر متضاربة جواها. مين هيغيتها؟ صاحبتها. وهو نفس النظام، عارف صاحبتها جدا، ما كان عمل مع بعض. هو استعان بصاحبتها. هو اول ما حصلت ضربات في البيت بقى و... ومشاكل والكلام ده كله، وهي سابت له مش ممكن، هي سابت له فعلا البيت. سابت له خلاص فرصة بقى، سابت له البيت ومشيت. البيت خرب. البيت كده خرب بعد شهرين ثلاثة أو أربع خمس شهور بالكتير جواز. إنسان تعب وشجي وكون وعمل، وجي في الآخر البيت هيخرب خلاص. جه يكلم صاحبته: يا فلانة يعجبك كذا 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 كذا. راحت قالت له كلمتين: وانت لو إنسان عاقل تروح تحكي معاها ليه؟ انت شفت منها حاجة وحشة؟ انت شفت منها أي شيء مش كويس؟ قال لها: لا بالعكس، دي عايشين في أحلى أيام. طب ليه رحت وقلت لها؟ خلاص يا سيدي، إنسان هطرش بكلمتين، خلاص سيبه بقى يعك براحته. هو لا كلمها ولا جابلها ولا حصل بينهم أي حوارات. ليه بترغي في الموضوع؟ عدي. أي بنت مشيت وعرفت واتكلم، لكن دي لا مشيت ولا كلمت. ليه بقى؟ ليه الكلام والرد الكتير؟ بصراحة صاحبتها عطتهم له، وزاد عن كده ان هو راح له كمان. يعني زاد الطينه بقى، راح له: يا فلان انت كذا وكذا 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 وبتتكلم عليها ليه ومش عارف. قال له: عليا وحلف له بأمانة المسلمين انه لا يعني لا شايفها لا جابلها بره ولا اتكلم مع ولا اي، غير صباح الخير صباح النور، ما فيش اكتر من كده. ما هو الزوج معذور. الزوج معذور بيبقى ساعة، في ساعات كده العقل ما بيتحكمش. الزوج معذور، بس لو العقل يتحكم هيبقى احسن. هتضيع الدنيا من غير ما في حاجة حصلت. صاحبتها راحت لها عند بيت والدها، قعدت معاها، قالت لها: يا فلانة، اللي بيحصل ده غلط. ده انا نفسي الفرصة دي جاتلك. قالت لها: جاتلك بعد ايه؟ وبعدين هي ما جاتلكيش اساسا. ده هو بيحكي لان انسان، لو انسان كويس مش هيحكي عليكي. لو انسان كان بيحبك فعلا ما يجيبش سيرتك. انت لا مشيتي معاه ولا شفتيه ولا لا شوف لا قابلتيه ولا اتكلمت معاه ولا قعدت معاه. بيحكي عنك ليه؟ بيحكي عن ده انسان مش كويس. لان لو انسان كويس، بالعكس، لو انسان بيحبك فعلا وحصل لك انك اتجوزتي، خلاص